بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا في البداية نصلي على النبي. صلي على النبي كده في سرك يا أختي، وادخلي برجلك اليمين وشمرك مامك الحلوين. طبعا أنا عارفة في رمضان قد إيه وقتنا بيكون ضيق، وغسيل مواعين قبل الفطار وبعد الفطار وقبل السحور وبعد السحور، احنا غالبا بايتين في المطبخ، فربنا يعين الستات كلها. المهم يا أختي، أنا بشاركك يومياتي بكل تفاصيلها، فعاوزاكي تحطي اللايك الجميل بتاعك وتشيري الفيديو في كل مكان. ولو انت جديدة اشتركي في القناة، واهم حاجة تفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئة الله هقدمه معاكي الفترة الجاية. طبعا اللي شاف الروتين بتاعي بتاع اول يوم رمضان، احنا عملنا كل التجهيزات الجميلة دي مع بعضينا، وخلاص عرفتوا ايه حبشتكناتي وتكاتي وحركاتي والتوابل بتاعتي وكل حاجة، مش محتاجة ان انا اتكلم عليها تاني. فبما اننا يعني اكلنا نفس الاكل تاني يوم، لو حد زي بقى يكتب لي في التعليقات. ماشي يا روحي استغطي. لو حد زيي، يعني لو انتوا اكلتوا نفس الاكل اللي اكلتوه اول يوم رمضان، اكتبوا كده في التعليقات واثبتوا بقى حضوركم ووجودكم كده بذكر الله وبالصلاة على النبي. خليكم كده سخيين، خلينا ناخد حسنات كلنا. وقولوا لي انتوا بدأتوا تقرأوا قرآن ولا لا؟ بس انا الصراحة لسه، يعني مش هكذب عليكم، انا يعني مش هلحق ان انا اختم المصحف في رمضان. فلو انتوا بدأتوا خلينا نشجع بعضينا كده ونبدأ مع بعض. مش مهم هنبدأ امتى، المهم ان احنا نعمل اللي نقدر عليه. المهم يا اخواتي، عملت ايه بقى؟ انا كنت يعني حاطه التوابل وكل حاجه على صينيه البطاطس ومظبطاها وحاطه كل الحبشتكنات بتاعتها. نزلت بالشوربه وحطيت الفراخ كده على الوش وسبتها كده على النار تاخد كام غلوه لغايه اما البطاطس خلاص كانت استوت. وبعد كده بدات اخرج الزبادي من الفرن. انا كنت ناسياه زي ما كنت قايله لكم، اللي اتفرج على روتين اول يوم رمضان واللي حصل فيه مش محتاجه ان انا اتكلم فيه كتير يعني. المهم ان انا كنت ناسيه الزبادي. فلما طلعته بقى بصوا النتيجه رهيبه. هو المفروض بياخد من 5 ل7 ساعات او 8 ساعات. انا عاملاه بالطريقه العاديه خالص اللي هو حمام بخار. وعملته معاكم كتير قبل كده، وكنا متعودين بنعمله في الشقه القديمه، وعارفين اللي هو ايه متودكين فيه، يعني مش يعني طريقته مضمونه 1000000%. ماشي، ادي النتيجة قدامكم اهو، مفيش ولا نقطة مية على الزبادي من فوق ولا صارب ولا في اي حاجة. وكمان بقلب لكم الكوباية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واللي هيمشي على الطريقة بالظبط هتطلع النتيجة مضمونة زي ما انتوا شايفين. يعني بصوا الكوباية ما بتكدبش، هو ما بيقعش ولا بيحصل فيه اي حاجة ولا بيسرب عن بعض ولا بيفصل ولا اي حاجة خالص. المهم يا اخواتي، انا بدهن الفراخ بتاعتي عشان احمرها كده على الشواية، بدهنها من نفس الصوص. يعني المية اللي نازلة من البطاطس بتبقى تقيلة كده وحلوة، وهي كمان بيبقى فيها الصلصة، فبتديني بقى التحميرة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، ويومي يومي على الجمال. عملت شوية ملوخية تقال كده يستاهلوا بقكم. بصوا الملوخية تقيلة اهي، يعني مش خفيفة. انا استاذة بقى في الملوخية الفترة دي. وكمان شوية رز كده بالشعرية الصراحة. عملته بالسمنة البلدي اللي كنا عاملينها مع بعض ومجهزينها قبل رمضان، والريحة والطعم جنان. انا خلطت السمنة على بعض يا بنات، يعني اللي هي السمنة العلبة دي اللي هي العادي، اللي هي بتاعة الشركات دي، مع معلقة كبيرة قوي من السمنة اللي انا عاملاها. وكنا مجهزين مع بعض العصاير، وبدأت ان انا صب اهو عشان نشق رقنا بقى. انا مش عارفه انتوا بتفطروا على ايه، بس يعني كل واحد بقى اللي يجي في ايده بقى، كوبايه ميه، كوبايه عصير، تمرايه. احنا برضو عندنا تمر حلو قوي الصراحه، كسرت الصيامي بيه. وبعدين بدأت ان انا اشرب صوبيا طعمها خطير، اقسم بالله احلى من بتاعه محل العصاير بصوا بمراحل. وطبعا متكلفه ومحطوط فيها خامات، يعني كلها خامات كده غالية، ولا يعني طعمها تحفة الصراحة. بس طبعا يعني الحمد لله، اللهم لك ألف حمد وشكر لك يا رب العالمين على أي حاجة بتحصل لنا الفترة دي، وراضيين بقضاء الله وقدره. ربنا يا رب يحفظ لنا أولادنا جميعا، ويا رب يرزق كل مشتاق للذرية الصالحة. ويا رب يعفي عننا. وادعوا لنا يا بنات كتير، ادعوا لنا بظهر الغيب ان ربنا يحفظ لي عيالي ويبعد عنهم اي حاجه وحشه. طبعا كل كلامكم اللي بتكتبوه لي على راسي، وربنا يعلم ان انا باخد كلامكم بعين الاعتبار. بس انا يعني برضو هتكلم معاكم كده وانتوا تقولوا لي الدنيا بالنسبه لكم انتوا شايفينها ايه. يمكن مثلا في حاجه واقعه مني، حاجه تايهه انا مش واخده بالي منها، وانتوا عرفوني برضو. المهم يا اخواتي، بس يا تيا ما تضايقهاش. المهم يا اخواتي ايه، عمر ربنا يا رب يحميه ويبارك لي في عمره يا رب ويحفظه هو واخواته.
الأستاذ عمر بقى يعرف يفتح قفل الأمان بتاع التسريحة. أنا بس كنت عايزة أعرف هو إزاي طلع الأرواج من التسريحة، وطبعا عاش مع حياته كده مع نفسه شوية وحط منها وبتاع، والحمد لله إنها جت على قد كده، ما لغمطليش بيها حيطة ولا بهدلي بيها فرش ولا إيه، انطلق كده في البيت وفضاه في حتة. فلقيته حاطط كده ماشي، انا عماله اقول له لا ده بتاع البنات يا عمر مش هينفع، ده لتيا لماما. حتى بابا بيقعد يقول له كده كتير، لما يقول له يا بابا روج يقول له لا ده بتاع البنات، انت ولد عيب ما ينفعش وبتاع، بنقعد نفهمه ان ده عيب. المهم قلت له وريني كده يا عمر انت فتحتها ازاي. لقيته بقى زي ما انتوا شفتوا كده ما شاء الله عليه، طلع على التسريحه وبدأ ان هو يفتحها وبقت قريبة لإيده. يعني الخطة الجاية بقى ان احنا الحمد لله انا لقيت علبة الدبل فيس اللي انا كنت شاريها كانت تايهة مني، والله العظيم انا بحط الحاجة وعينها وانساها، بنساها حرفيا، مش ببقى مش متذكرة هي فين اصلا. المهم هرفع بقى قفل الامان ده فوق شوية، يعني هشيله من مكانه وارفعه فوق قوي بحيث ان هو لو حتى شب على حاجة ما يعرفش ان هو يوصل له بسهولة. المهم يا اخواتي، اللهم صل على النبي، مسكت بقى كده وايبس وبدات ان انا امسح له بقه واقول له بص كده غلط، اللي انت عملته ده غلط يا عمر ما ينفعش، تيجي تحط روج انا احط روج انما انت لا وكده. يعني غالبا الاطفال في السن ده بيبقى اغلبيتهم كده عندهم يعني ايه استكشاف وفضول ان هم يجربوا الحاجه، هم اللي يمسكوا الحاجه بايديهم ويستعملوها. فربنا يا رب يحفظ لنا اولادنا جميعا. مسحته بقى على قد ما اقدر، هو رايح كمان مختار الروج السايل اللي بيتمسح بصعوبه، الروج رخم قوي. فمسحته له كده، خفت احط له الصراحه اي حاجه يعني اللي هو مزيل ميك اب او الحاجات دي على بقه او على بشرته. و اللهم صل على النبي، يعني مسحته له بالوايبس بس. بعد كده دخلت بقى نكمل الحاجات اللي كنا سايبينها. لما حصل اللي انتوا شفتوه فركنت كده السجادة على جنب، طبعا كذا حد عمال يقول لي يا نور خلي السجاد نايم في الارض، يعني يبقى نايم كده ما يبقاش واقف بالطول. والله يا اختي ما انا اللي كنت حطاه، انا بس كل غبائي ان انا كنت عايزه انجز وقتي ويعني مغيرتش اماكن الحاجه اللي هم عملوها. ولو انا اللي كنت فعلا موجوده معاهم هم بيرتبوا البيت كنت خليتهم يعملوا لي الحاجه زي ما انا عاوزه، يعني مثلا عايزه دي مكانها هنا خليهم يجيبوها هنا، لان اصلا انا مش قادره ان انا اشيل حاجه. فانا شلت السجاده ركنتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ماشي، واطمنت على بنتي وخدتها غسلت لها وشها. انا كنت شايفه دم في وشها بس مش عارفه هو جاي منين. لما بدات ان انا افتش فيها وكده لقيت يعني شفتها هي اللي اتفتحت، طبعا من الهبده ان هي وقعت عليها كمان على غفله وطيرتها، هي ضعيفه جدا فطارت. يعني بقول يا ريتها كانت جت فيا انا، يعني انا فداها تيجي فيا انا كنت استحمل، طبعا انا كبيره مهما تقع عليا مش هتطيرني ولا هتوقعني بالشكل ده، هي ضعيفه وكده. فالحمد لله، اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب. طبعا في ناس كتير قعدت تقول لي ده انذار ليكي، داري عيالك، ما تخليهمش يظهروا معاكي في الروتينات، ما تخليهمش يطلعوا مش عارفه ايه، ما تصورهمش خالص، اعملي زي ما كنتي بتعملي الاول ايام ما كان عمري كان صغير وكنتي بتصوري وما بتظهروش او بتحطي ايموجي عليهم. طيب ماشي، صلوا بينا على النبي، خلينا نتكلم كده مع بعض كاخوات ماشي، لان انا فعلا انا بعتبركم اخواتي. انا عارفه طبعا ان مفيش حد مرتاح، ولا اللي عنده اطفال مرتاح، ولا اللي لسه ربنا ما رضوهوش مرتاح، ولا اي حد مرتاح. انا عارفه كل الكلام اللي انتوا بتكتبوه، بس حطوا نفسكم مكاني. يعلم ربنا اقسم بالله ان انا ما بكذب عليكم في حرف واحد، ان انا يعني انا حتى من غير تصوير هو ده حالتي وده وضعي، هو ده وضعي. انا لما باجي اتحرك في البيت هم كده معايا، اعزكم الله لما بدخل الحمام بيكونوا معايا، انتوا متخيلين؟ انا عندي لولي الصغيره دي بس لو انا دخلت بشطف حد من اخواتها بتفضل على الباب بره تصرخ وتعيط عياط هستيري وترزع على الباب، ازاي انتي يعني سبتيني كده ودخلتي؟ لا يعني هم معايا في كل حته، ولو سبتهم ولا غفلت عنهم او حاولت ان انا الاقيهم في اي حاجه يعني بلاقيهم، يعني بطلع بلاقيهم عاملين كوارث. زي ما قبل كده دخلت الغرفه دي وكنت بنشر برضو وقفلت عليا من جوه عشان لولي ما تدخلش الاوضه، والجو كان ساقع جدا في اليوم ده،
وكنت خايفة ان هي يجيلها برد لانها كانت لسه بدأت ان هي تشم نفسها. ولقيت عمر ماسك المقص وقص هدوم اخته، والحمد لله انها جت على قد كده. ففي حاجات كتير، انتوا متخيلين انا وضعي عامل ازاي؟ انا كل حاجة محتاجة ان انا اخبيها، محتاجة ان انا اشيلها من مكانها، كل حاجة محتاجة ان انا اخفيها من على طب انا هعيش ازاي؟ يعني انتوا حطوا نفسكم مكاني. انا عارفه ان كل الاطفال كده، انا مش مقفره الموضوع وزي ما قلت لكم قبل كده انا مش قادره اشوف غير ان يعني سبحان الله كانها يعني السجاده متسنطره عليها بالظبط. اللي اتفرج على الفيديو اخد باله، انا مش بقول اي كلام وخلاص، لا، اللي مدقق قوي في الفيديو هيشوف ان في حاجه مش طبيعيه. فبالله عليكم ما تقولونيش كلام انا ما قلتهوش، ومحدش يجي عليا وانا مش متعمده ان انا يعني اظهرهم او ان هم يكونوا معايا. بس ان شاء الله بعد رمضان باذن واحد احد ان شاء الله ان شاء الله حالي هيكون افضل، لان خلاص يعني لازم اعمل فعلا وقفه لنفسي، واخد كلامكم بعين الاعتبار، واحاول ان انا ارتب اموري اكتر من كده. وفعلا تصويري يكون خاص بمحتواي انا بس، يكون ظهور اولادي قليل جدا في الفيديوهات، او كاد يكون اصلا مش موجود. والله المستعان. انا عارفه ان في ناس كتير بتحبني وناس كتير بتعتبر عيالي عيالها، يعلم ربنا ان انا ما اقصدكوش باي حاجه وحشه، بس فعلا في ناس عندها حق وقدروا ان هم يقنعوني الفتره دي بحاجات كتير. فربنا يبعد عننا اي حاجه وحشه ويحفظ لنا اولادنا جميعا. طبعا هم كانوا وانا بنشر زي ما شفتوا كل لما يروحوا ناحيه هناك اجيبهم، خليتها تحط البونسر بعيد خالص عشان تقعد عليه. وبعد ما حصل كده طبعا هي شفتها بس اللي اتفتحت، بس كنت حاسه ان هي مدروخه همدانه. المهم ان بعد ما قعدت شويه ولعبت شويه كده مع اخوها ويعني كان يعني قعدت حبه كده يا دوبك، بس احنا خرجنا من الغرفه دي ودخلت بيهم جوه. ماشي، دخلت كنت بشطب الحوض وبعمل شويه حاجات، لقيتها هي نامت. وعايزه اقول لكم ان هي نامت نوم تعب، نوم يعني نوم انا بقالي فتره ما شفتهاش بتنام النوم ده. فربنا يا رب يعفي عن اولادنا جميعا وربنا يحفظهم لنا. انا عارفه يا بنات الاعراض اللي لو حصل اي خبطه او حصل اي حاجه، فانا ملاحظه واخده بالي كويس جدا، وربنا يسترها معانا. ربنا وحده اعلم بحالي، انا مش حمل بهدله ولا ان انا انزل على ملا وش الدكاتره ولا اتكفى على المستشفيات. فربنا وحده اعلم بحالي، وان شاء الله ما فيش احن من ربنا عليا انا وعيالي. وبس والله يا اخواتي زي ما انتوا شايفين بقى ادي السحور بتاعنا الحرش المرش اللي غالبا هناكله كل يوم ولا مش عارفه، بس كان نفسي اكل طعميه قوي يا اخواتي. حزم الجرجير كده ابو عمر جابها لنا، غسلناها على السريع، وشويه السلطه اللي كانوا باقيين من الفطار عايزه اقول لكم انهم متبقوا منهم كمان. ودي طبق بطاطس كده محترم، البطاطس طعمها يامي يامي تحفه الصراحه. وتشكيله جبن اهو رومي وجبنه براميلي وجبنه تلاجة. وادي طبق الفول بالبيض ويامي يامي على الجمال. وبس الف هنا والشفا على كرشنا. بس والله يا اخواتي يعني هسيبكم بقى في حفظ الله ورعايته، متنسونيش بدعواتكم تحطوا لايكات كتير للفيديو، ومع السلامه.